الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد المعلم الأول الذي جاءنا عنه أنه قال: إنما بعثت معلما. الأسر الكريمة، طلاب وطالبات الشهادة السودانية، مرحب بكم في سنتنا الجديدة إن شاء الله، وأولادنا وبناتنا مقدمون على امتحان الشهادة هذا العام، موفقين إن شاء الله يا رب العالمين. أبدأ معاكم إن شاء الله تدريس مادة الرياضيات بشقيها الأساسية والمتخصصة، وإن شاء الله حنختار الأبواب المشتركة ما بين المساغين الأدبي والعلمي، وبعدها إن شاء الله تباعا حنخصص للعلميين الأبواب المهمة الخاصة بهم إن شاء الله. اخترنا إن شاء الله باب نبدأ به، أرجو إنه إن شاء الله الطلاب يلقوا كل عون من هذه الحصص، ألا وهو باب الاحتمالات. طيب، باب الاحتمالات من الأبواب الهامة والمشتركة واللي إن شاء الله حتمشي معانا في مقبل أيامنا التعليمية المستقبلية إن شاء الله. طيب، علم الاحتمال، نبدأ نعرف ما هو الاحتمال أو ما هو علم الاحتمال. بتين نحن نقول كلمة احتمال، أكيد أنا بقول كلمة احتمال لما أكون في حالة بتاع عدم تأكد. كتابنا المدرسي عرف لنا علم الاحتمال بالآتي، يا ريت نمشي على السبورة. عرف لنا علم الاحتمال بأنه هو العلم المختص بدراسة نتائج المحاولات والتجارب العشوائية. التعريف دي كلها عندنا في الكتاب. شوف، المحاولات والتجارب العشوائية، ده ناخذ وقفة أنا عند الكلمتين ديل. شنو يعني علم الاحتمال؟ هو العلم المختص بدراسة نتائج المحاولات والتجارب العشوائية، هو أداة لعلم التأكد. طيب، نحن عادة كلمة محاولة وتجربة مربوطة بالاحتمال، حتى في كلامنا العادي كثير بنقول يا أخي كده نحاول نجرب، أحاول أجرب احتمال. فالاحتمال دائما رهين بالمفهوم بتاع المحاولة والتجربة. فخلي بالك، لو قال لك عرف علم الاحتمال تقول هو العلم المختص بدراسة نتائج المحاولات والتجارب العشوائية، هو عبارة عن أداة لقياس عدم التأكد. طيب، ما هو مفهوم التجربة؟ التعريف الثاني عندنا في الكتاب المدرسي الصفحة الأولى هو عبارة عن تعريف للتجربة. التجربة هي عبارة عن أي عملية أو أي إجراء، أي عملية أو أي إجراء يغوت يؤدي إلى ملاحظة أو إلى مشاهدة، يغوت يؤدي إلى ملاحظة أو إلى مشاهدة. والتجربة بنقسمها لقسمين: عشوائية وغير عشوائية. بالنسبة لنا في مقررنا أن احنا معنيين بالتجربة العشوائية. ما هي التجربة العشوائية؟ قال التجربة العشوائية هي التجربة التي نعلم مسبقا، نعلم سلفا، نعلم قبلا جميع النواتج، جميع الاحتمالات الممكنة لها، دون أن نستطيع أن نجزم، أن نتنبأ، أن نأكد بأي منها تتحقق. أنت ما تحفظ تعريف بدون فهم. عرف التجربة العشوائية، أخذ أي واحدة من هذه الكلمات. هي التجربة التي نعلم مسبقا، نعلم قبلا، نعلم سلفا جميع النواتج الممكنة لها، دون أن نستطيع أن نجزم بأي منها تتحقق. لو حاولنا نقرب الفكرة أكثر، يا ريت ناخذ بعض النماذج التوضيحية في الكتاب المدرسي. يعني لو أخذنا الحجر بتاع النرد، أو نحن بنقول ظهر الليدو، لما أرمي الحجر بتاع النرد على الأرض أنا أعلم مسبقا إنه هذا حجر النرد حيستغر على واحد من بين 6 أوجه، يا إما الوجه اللي فيه نقطة واحدة، 2 3 4 5 6. لكن أنا مع علمي مسبقا بأنه في 6 أوجه من 1 ل6، بس أنا ما أقدر أجزم، ما أقدر أتنبأ بيات وجه من هذه الأوجه ممكن يستغر
زهر أو حجر النرد. أيضا عندنا قطعة النغوط، كلنا بنعرف القطع بتاعة النغوط. عندنا قطعة فيها واحد أو فيها عندنا العملة المعروفة جنيه، عندنا 500، عندنا 200، عندنا 100. فلما ألاحظ لي القطعة تحت النغوط لو رميتها على الأرض أنا أعلم مسبقا إنها حتستغر على واحد من وجهين، لكن على أي من الوجهين تستغر أنا ما أقدر أجزم. بالتالي التجربة العشوائية هي التجربة التي نعلم مسبقا، نعلم سلفا، نعلم قبلا جميع النواتج، جميع الاحتمالات الممكنة لها دون أن نستطيع أن نجزم بأي منها تتحقق. طيب، إذا ما هو فضاء العين؟ تعريفنا الرابع والمهم من الأسئلة الكثيرة في الامتحان لو قال لي عرف فضاء العين. فضاء العين ببساطة هو عبارة عن جميع الاحتمالات الممكنة للتجربة العشوائية. يعني قبل شوية أنا قلت لك رمينا قطعة نغوط يا تقع على وجه الصورة أو وجه الكتابة. لو عايز فضاء العين طوالي ممكن أقول عين، ده الرمز بتاع الفضاء، أخذ له رمز المجموعة عين مزيلة وأفتح القوسين بتاعين المجموعة، أقول يا إما تقع على وجه الصورة نختصرها بصاد أو على وجه الكتابة كاف. يبقى عرف فضاء العين هو عبارة عن جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية. نرمز لفضاء العين بالرمز عين. أي عنصر داخل فضاء العين بنسميه نقطة عين. زمان في المجموعات بنقول عناصر المجموعة، هنا في الفضاء بنقول نقاط العين. يعني صاد عبارة عن نقطة عين، وكذا كاف عبارة عن نقطة عين. طيب، دي التعريف اللي انت مطالب بها عادة داخل الامتحان، لكن تعال نمشي نستعرض الأمثلة الجات في الكتاب المدرسي، التمرين بتاع الكتاب المدرسي، ونستعرض الامتحانات السابقة في الشهادة السودانية. وتعال نبداها من قطعة النغوط. قبل شوية قلنا قطعة النغوط عندها وجهين، فالسؤال ممكن يجيك على النحو الآتي: اكتب فضاء العين لتجربة غصف قطعة نغوط وملاحظة الوجه العلوي أو الوجه الظاهر. خلاص، لو عايز اكتب هذا الفضاء زي ما شرحنا هسي بقول عين بتساوي صورة وكتابة، ده كل المطلوب منك، صاد كاف. طيب، نغير السؤال ونمشي نزيد القطعة الواحدة ونعملهم قطعتين. قال لي اكتب فضاء العين لتجربة غصف قطعتي نغوط متمايزتين. لما نقول قطعتي نغوط متمايزتين أي هذه ليست بتلك. أنا أخذت هنا 1 جنيه ومثلا ماسك 200 قرش، فهنا القطعتين هذه ليست بتلك. السؤال ثاني: اكتب فضاء العين لتجربة غصف قطعتي نغوط وملاحظة الوجهين الظاهرين أو الوجهين العلوين. طوالي هنا أقوم أذكر بالآتي: القطعة الأولى عندها وجهين، القطعة الثانية عندها وجهين. لو ضربنا 2 في 2 بدون 4، هذا الفضاء يحتوي على 4 عناصر عبارة عن أزواج مرتبة. القطعتين يا إما يقعوا صورة وصورة، أو الكبيرة تكون صورة الصغيرة كتابة، أو كتابة للكبيرة صورة للصغيرة، أو الاثنين يقعوا لنا كتابات. يبقى فضاء العين صورة صورة، صورة كتابة، كتابة صورة، كتابة كتابة. وشوف عددهم 4. أنا قبل قلت لك القطعتين متميزتين عشان ما تلخبط تقول لي كيف صورة كتابة وكتابة صورة. طيب، نمشي لأبعد من كده، وسؤال مكرر أكثر من مرة، ونزيد القطعتين نمشي نخلوهم 3. السؤال: طيب تعال طوالي مع القطعتين نزيد لهم قطعة عشان يبقوا 3 قطع نغوط متمايزة. أنا عندي 500 وعندي
200 وعندي 1 جنيه. لو أخذت الثلاثة قطع نقود ورميتها على المنضدة أو على الأرض، طيب نقول كل من هذه القطع بيحتوي على وجهين. لو ضربنا 2 في 2 في 2 الدور ده بتدينا 8. معناه أنا هنا قدام 8 نقاط عينة تتكتب في صورة بتاعت ثلاثيات. كيف؟ طيب نقول صورة صورة صورة، يعني الثلاثة يقعوا صور. بعد صورة 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 نجي نقول صورة صورة كتابة كتابة صورة 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 كتابة صورة كتابة 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 صورة صورة كتابة 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 صورة كتابة. انت ما تستصعب الامر، موضوع بسيط جدا. اسهل لك المهمة، ابدأ بالثلاثة صور، امشي لصورتين وكتابة. مرة خلي الكتابة في النهاية، مرة الكتابة في البداية، مرة الكتابة في المنتصف. يعني مرة الكتابة للجنيه، ومرة الكتابة في 500، ومرة الكتابة في 100. امشي بعد للثلاثة كتابات. بعد اخذ كتابتين وصورة، الصورة مرة في النهاية، مرة في البداية، مرة في المنتصف. ولو عايز نموذج يقرب لك هذا الفهم اديك. نحن عادة الاسر عندها 3 مواليد، 3 مواليد. اسرة عندنا مكونة من 3 مواليد. من حيث نوعهم انا اجزم قبل ما اعرفهم انه انا والله من جنسهم 4 انواع، 4 احتمالات. يا 3 اولاد، 3 بنات، ولدين وبنت، بنتين ولد. تعال نمشي لاحتمالاتهم، جنسهم وعمرهم. نحن عادة الأكبر بنقول البكر والأوسط والأصغر أو الحتالة. احتمالات هذه الأسرة ممكن تتكتب على الصورة الآتية. بس تعال الدور ده ندي الولد الحرف واو والبنت باء. ممكن أقول عندهم ولد ولد ولد، 3 ولدات كانت أولاد. يلا عايم، ولد ولد بت بت ولد 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 بت ولد بت 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 ولد ولد بت 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 ولد بت. بنفس الطريقة، يعني أخذتهم ال3 أولاد، جيت لي ولدين وبت. خديت البت مرة حتالة ومرة بكر ومرة وسطانية. ال3 بنات، مشيت لي بنتين وولد. الولد مرة حتالة، مرة بكر ومرة وسطاني. وده عادة الأسر يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عظيما. طيب نسيب يلا قطعة النقود ونمشي لي ظهر الليدو أو بنقول عليه حجر النرد. طيب تعال ناخذ حجر النرد اللي هو منقط. احنا ما نكتب ارقام على حجر النرد، ولما نلقى النقطة الواحدة اللي هي ده الواحد احنا بنقول اليك. تعال نسأل سؤال نقول اكتب فضاء العين لتجربة غطف حجر نرد وملاحظة عدد النقط في الوجه العلوي، لأنه الظهر منقط. عرض النقط في الوجه العلوي فضاء العين لهذه التجربة عين يساوي عندنا 1، يعني نقطة واحدة، يا إما 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6. ده لو رمينا حجر نرد واحد عندنا 6 أوجه تتكتب في صورة بتاعة أرقام زي ما مكتوب على السبورة في الفضاء. لكن تعال الدور ده ناخد حجرين متميزين. أنا قصدت هنا حتى أغير الألوان عشان تعرف إنه هذا ليس بذاك. حجرين ممكن نقول في يد اليمين، في يد اليسار، الأصفر، الأسود، كذا. يعني هذا ليس بذاك. طيب السؤال،
أكتب فضاء العين لتجربة غصف حجري نرد متمايزين وملاحظة النقط في الوجهين العلوين أو الظاهرين. يلا أنت لما ترمي الحجرين أذكر بأنه كل حجر عنده 6 أوجه. لو ضربنا 6 في 6 تدينا 36 نقطة عينة أو 36 زوج مرتب، 1 1 1 و2 1 و3 1 و4 1 و5 1 و6 2 1 لأنها بس كثيرة قالوا يستحسن كتابة هذا الفضاء عن طريق الصفة المميزة. كيف عن طريق الصفة المميزة؟ يلا معاي. عين فضاء العين لهذه التجربة غصف حجري نرد، تعال نقول هو الزوج المرتب س صاد. ماذا نعني بسين وماذا نعني بصاد؟ سين عرض النقط في الحجر الأول، وصاد عرض النقط في الحجر الثاني. لاحظ النقاط على الحجر محصورة ما بين 0 وما بين 7، ما نقول بين 1 و6 عشان ما نفقد 1 و6. يبقى ممكن اكتب الآتي: س صاد حيث س عدد صحيح واقع بين 0 و7، وصاد عدد صحيح واقع بين 0 و7. لأنه من الصعوبة بمكان إنه أنا داخل الامتحان أكتب لي 36 زوج مرتب داخل قوسين. طيب نواصل أمثلتنا ونخلينا مع الحجرين بتاعنا النرد. وتعال الدور ده بس نغير تغيير بسيط، نقول أكتب فضاء العين لتجربة غصف حجري نرد وملاحظة مجموع النقط على الحجرين. الدور ده أنا عايز أجمع. أنت عادة نحن لما نجي نلعب عندي 6 و6 بجمعهم ب 12، مثلا 3 و4 ممكن أقول 7، عندي 2 و1 أجمعهم ب3. تلاحظ أكبر مجموع للحجرين هو ال 12 جاية من الستتين، جاية من الستتين. أقل مجموع عندنا هو 2، والاثنين جاية من اليكين، الاثنين جاية من اليكين. أنا بجمع 1 و1. معناها أنا لما نرمي الحجرين داير ألاحظ مجموع النقط، يا إما مجموعهم يكون 2 وده أقل حاجة، مجموعهم ممكن يكون 3 4 5 إلى 12. يبقى لا يمكن يقل من الاثنين ولا يمكن يزيدوا من ال12. عليه فضاء العين لهذه التجربة عين يساوي يا إما مجموعهم يكون 2 3 4 5 6 إلى 12، ده عبارة عن فضاء العين لتجربة غصف حجري نرد وملاحظة مجموع النقط على الحجرين. نواصل طوالي ونمشي لسؤال من الامتحان السابق. وفي تمرين الكتاب المدرسي قال أكتب فضاء العين لتجربة غصف حجر نرد ثم قطعة نقود. شوف، حجر نرد ثم قطعة نقود، وثم هنا بتفيد التتابع. يعني أولا حجر النرد وعنده 6 أوجه، ومن بعد قطعة النقود وعندها وجهين، و6 في 2 ب12. لما ترمي ظهر ليدو وراه قطعة نقود، الفضاء يتكون من الآتي: يا إما ألقاهم 1 وصورة، 2 وصورة، 3 وصورة، 4 وصورة، 5 وصورة، 6 وصورة، 1 وكتابة، 2 وكتابة، 3 وكتابة، 4 وكتابة، 5 وكتابة، 6 وكتابة. لو حسبتهم تلقاهم عبارة عن 12 نقطة عينة. طيب ندلف طوالي لتمرين الكتاب المدرسي، ومعظم الأسئلة في التمرين كانت موضع بتاع سؤال في الامتحانات الأخيرة. يعني مثلا لو استعرضنا أول مسألة في تمرين الكتاب المدرسي
بتقول اكتب فضاء العين لتجربة تكوين لجنة من بين الأعضاء ألف وباء وجيم، بحيث تضم اللجنة عضوين فقط. عندي أحمد وبابكر وجمال، داير 2 منهم عشان يكونوا لجنة. الكلام ده بنسميه التوافيق بالنسبة للناس الماخدين المساغ العلمي. طيب ما علينا، طالما هم ألف وباء وجيم وأنا عايز أختار 2، نحذر. ما ممكن أقول أنا عايز أحمد وبابكر وعايز بابكر وأحمد، هنا ما عندنا علاقة بالترتيب. فبالتالي فضاء العين يا إما نختار ألف وباء، يا إما نختار ألف وجيم، يا إما نختار باء وجيم. ده عبارة عن فضاء العين. طيب في نهاية التمرين جاب لنا مسألة نقول نصها، قال اكتب فضاء العين لتجربة تسجيل عدد حوادث المرور بشارع الخرطوم مدني خلال شهر يونيو. طيب لو في شخص ادو دفتر قال لا امشي اقيف لنا في شارع مدني واحصي لنا عدد الحوادث خلال الشهر. طيب هنا نحن ممكن نكون في مشكلة صغيرة، ربما ما نقدر نحدد كم حادث وقع. حتى الناس اللي بتلاحظ دايما مثل هذه الشوارع تحت الخط السريع دي، اخواننا في المرور دايما في الاعياد بيعملوا التفويت او الطوف 50 عربية مثلا ممنوع التخطي. ممكن يجينا مدير المرور يقول نحن عملنا هذه الحزم التحريزية والقوانين عشان نقلل من احتمالات وقوع الحوادث. شايف؟ يبقى الاحتمالات هنا وضعيتها أصيلة جدا. طيب نرجع للمثال ده، أحدد كم حادث. أنا ممكن أتوقع احتمال ما يقع ولا حادث، عليه عدد الحوادث 0، لازم أكتب ال0. أو يقع حادث 1 أو 2 أو 3 أو 4 5 10 30 40. في ناس بيكتبوا لحد 30 كأنما هو مسؤول من أيام الشهر. لا، أنا طوالي حواصل هنا بلا انتهاء. ممكن أختم بنون، إنه نون دي عدد الحوادث الوقعت في شارع الخرطوم مدني خلال الشهر، لكن ما أقدر أكتب رقم إطلاقا. فهنا 0، والصفر مقصود به إنه ما وقع ولا حادث، أو 1 2 3 4 إلى نون من الحوادث. طيب منطقة دار أخذ فيها وقفة مهمة جدا، وبرضه من الأسئلة جاتنا في الامتحان السابق، لكن داير اديها أبعاد مختلفة. طيب لو قمت أخذت صندوق، يا ريت الناس تركز معي في هذا المثال. والصندوق ده كان بداخله في 3 كرات، بداخل الصندوق في 3 كرات. ممكن حسب الألوان المتاحة نقول في كرة زرقاء. أيضا بداخل الصندوق عندنا كرة حمراء. بداخل الصندوق عندنا كرة خضراء. يا ريت نخلي بالنا، السؤال ده أنا حديه 4 أبعاد مختلفة. هذه ال3 كرات متماثلة في أي شيء عدا من حيث اللون. يعني عين كنموذج عندنا هنا ديل كرتين، الكرتين ديل متماثلات. يعني لو كانوا داخل صندوق أدخلت يدي أمسكت بكرة، أنا ما أقدر أحدد إنه أنا ماسك يا كرة لأنها متماثلة. يعني ما دي خشنة أو دي صغيرة عشان أنا أقدر أتلمسها وأعرف إنه أنا ماسك يا كرة. طيب صندوق به 3 كرات، هذه ال3 كرات إحداها أزرق أحمر أخضر. نخلي بالنا أنا حأسأل عن 4 فضاءات مختلفة. طيب الفضاء الأول عين. السؤال الأول أكتب فضاء العين لتجربة سحب كرة واحدة من الصندوق وملاحظة لونها. يدك جوا الصندوق ممسكة بكرة واحدة، قعدت تسأل نفسك
يا ربي أنا ماسك يا الكرة، أنت ماسك يا الزرقاء أو الحمراء أو الخضراء، ده الفضاء. السؤال الثاني، اكتب فضاء العين لتجربة سحب كرتين معا. فكر معي يلا، عندنا اختلاف ما بين معا وما بين الواحدة والأخرى. معا يعني انت ممسك بكرتين، يعني مثلا لو الكاميرا معي انا كده ممسك بكرتين معا، ممسك بكرتين معا، يدك جوا الصندوق ماسكه كرتين. قعدت تسأل نفسك يا ربي انا ماسك يا كرتين. نرجع يلا للسؤال، اكتب فضاء العين لتجربة سحب كرتين معا وملاحظة لونهما. خلاص انت يعني ما ممكن تقول يا ربي انا ماسك الزرقاء والحمراء ولا انا ماسك الحمراء والزرقاء، ابدا. دي زي حكايه احمد وبابكر وجمال. يبقى انت يا ممسك بالزرقاء والحمراء او الزرقاء والخضراء او الحمراء والخضراء. السؤال بمنحى ثالث، يلا عين، اكتب فضاء العين لتجربة سحب كرتين الواحدة تلو الأخرى دون إرجاع الكرة الأولى المسحوبة. بمعنى أدخلت يدك في الصندوق، شلت كرة، أنت لما تدخل يدك في الصندوق طلعت لك الكرة الحمراء، هتعرف إنه في الداخل في الكرة الزرقاء والخضراء. يلا أنا ما رجحت الكرة، قمت أبعدتها، مشيت أجيب كرة تانية، والكرتين المتبقيات أنا أعرف لونهما. يبقى السؤال تاني، اكتب فضاء العين لتجربة سحب كرتين الواحدة والأخرى دون إرجاع الكرة الأولى المسحوبة. يلا الجواب، لو الكرة الأولى كانت هي الزرقاء، الثانية إما الحمراء أو الخضراء، ولو الأولى كانت هي الحمراء الثانية يا الزرقاء الثانية يا الخضراء، ولو الأولى طلعت هي الخضراء الثانية يا الزرقاء والثانية يا الحمراء. يبقى الفضاء في صورة بتاعت زرقاء حمراء، زرقاء خضراء، حمراء زرقاء، حمراء خضراء، خضراء زرقاء، خضراء حمراء. يا ريت ناخذ المنحى الأخير، اكتب فضاء العين لتجربة سحب كرتين الواحدة تلو الأخرى مع إرجاع الكرة المسحوبة. يعني أدخلت يدي في الصندوق، سحبت كرة، بعد ما عاينت للونة ثاني رجعتها جوا الصندوق، مشيت أجيب كرة ثانية. يبقى هنا احتمال الكرة السحبت أول مرة تجيني في المرة الثانية. يبقى الفضاء هنا حيكون على النحو الآتي، حيكون زرقاء زرقاء تجيني ثاني، زرقاء حمراء، زرقاء خضراء، حمراء حمراء، حمراء زرقاء، حمراء خضراء، خضراء خضراء، خضراء حمراء، وخضراء زرقاء. شوف هنا عندنا 9 نقاط بتاعة عينة. علم الاحتمال علم مختص بدراسة نتائج المحاولات التجارب العشوائية، هو أداة لقياس عدم التأكد. التجربة أي عملية أي إجراء يؤدي إلى ملاحظة أو إلى مشاهدة. التجربة عشوائية فقط إذا كنا نعلم جميع النواتج الممكنة لها دون أن نستطيع أن نجزم بأي منها تتحقق. فضاء العين أو فضاء النواتج هو عبارة عن جميع النواتج، جميع الاحتمالات الممكنة للتجربة العشوائية. نرمز للفضاء بالرمز عين. أي عنصر داخل فضاء العين نسميه نقطة عينة. بالصورة دي نحن بنكون استعرضنا
درسنا الأول في باب الاحتمالات. إن شاء الله مواصلين معاكم، وأذكر أولادنا وبناتنا في المساق العلمي إننا إن شاء الله حنخصهم بحصص تتعلق بأبواب الدائرة والأعداد المركبة، تطبيقات التفاضل والتكامل. اطمئنوا إن شاء الله، نحن مواصلين معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكر لكم جدا، إن شاء الله موفقين. إلى الملتقى في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. غردي يا نفسها نحن نجحنا، وإلى المجد بعزم قد وصلنا، وزرعنا جودنا طول الليالي، وأتى اليوم الذي فيه حصدنا. غردي يا نفسها نحن نجحنا، وإلى المجد بعزم قد وصلنا، وزرعنا جودنا طول الليالي، وأتى اليوم الذي فيه حصدنا. عانقي العلياء يا نفس بفخر، سطري شعرا للأنجم عنا، ما لهونا يوم أن جاءت خطوب، بل صمدنا وبعزم قد ثبتنا.